السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ النهارده بقى الجو ساقعة جدًا، هو ده وقت الحلبسة أو حمص الشام، أيًا كان بتقولي عليه إيه الاسم هو حاجة واحدة وطعمه حكاية في الجو اللي إحنا فيه ده، هو ده المشروب الشتوي بجد الأساسي اللي بُصّي بقى وكمان لسه في الأجازة قبل ما نلحق نخش كده على الدراسة ده وقته، جِبت نُص كيلو من الحمص نقعته لمدة ساعتين 3 في مَيّة، ورُحت بعد كده جايبة حلة مقاس 26 نازلة فيها بالمَيّة زي ما أنتِ شايفة مالياها كده، ونازلة فيها ببصلاية وكيس من الصلصة، الكيس ده بمقدار مَج ونُص صلصة، ومعلقة ونُص صغيرة توم مهروس أو توم مفروم، على معلقة صغيرة من الشطة، سِبت الحمص بتاعي على النار لحد ما دخل على السِوَى، رُحت نازلة بمعلقة صغيرة هرمية من الكمون معلقة ونُص، تمام، معلقة ونُص صغيرة هرمية من الكمون، معلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، نُص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان هانزل بمكعبين ماجي أفرُكهم كده أو معلقتين صغيرين من الماجي البودر، وقلّبي بقى كل الكلام الحلو ده كده، حابة تحطي معلقة صلصة لو الصلصة بتاعتِك مش حمرا مش مدياكِ اللون الحلو اللي أنتِ شايفاه ده، انزلي بمعلقة أو معلقتين من الصلصة بتاعة الشركات، تمام، أي حاجة بقى أي نوع عندِك، سايباها بقى هنا لحد ما تكمّل الحمصاية السِوَى بتاعتها، ما حطيناش الملح، هنا بقى نزلت أول ما الحمص استوى خالص وطلّعت واحدة كده من الحمص ولقيتها استوت، رُحت نازلة بقى بالملح بتاعي، شايفين شكل المَيّة والّا لون المَيّة وجمالها؟ بجد حكاية، أنا هنا بعد ما حطينا الملح هنبدأ إن إحنا بقى نحط على الحمص بتاعنا هنا عصير ليمونتين، ليمونتين كاملين عصير كده ناخدهم نعصرهم حلو على المَيّة دي، طبعًا أنتم شايفين أنا زوّدت المَيّة قد إيه، الحمص بتاعي كده أنا قفلت عليه، أخدت بقى 3 كبشات كده في طبق برّه، ورُحت نازلة عليهم بعصير ليمونتين، إحنا هنعمل بقى الدقة بتاعة العربيات بتاعة الحمص، تعالي أوريكِ السر بتاعتها إيه. جِبت 3 كبشات من المَيّة بتاعة الحُمُّص بعد ما قفلت عليه، ورُحت نازلة عليها بعصير ليمونتين كده كُبار، شايفة الليمون بتاعي فيه مَيّة إزاي؟ لازم تكون الليمون بتاعِك فيه مَيّة كده، معلقة بقى صغيرة هرمية من الكمون، معلقة هرمية من الشطة، وقلّبي الكلام ده كلّه بقى وحطيه كده جنبيكِ في مَج أو في بولة أو في أي حاجة إن أنتِ تاخدي منه على الحُمُّص وأنتِ بألف هنا وشفا. عجبكم الفيديو النهارده؟ ما تنسوش بقى لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم، وكمان شيّروه للكل علشان يستفاد من الوصفة النهارده ويعمل الحمص في الجو الساقعة دي، وكمان شيّريه عندِك عشان تشوفي الوصفة بتاعتنا. أتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، هاستنى رأيكم في التعليقات، أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم مع السلامة.